السلام عليكم، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ تكونوا في افضل حال وبصحه وسعاده. تعالوا النهارده هوريكم اول مشتريات ليا في السنه الجديده. يا رب ان شاء الله تكون مشتريات كويسه وتعجبكم كمان. اوريدي انا في مشتريات بجددها اول ما بتخلص لانها بتكون عجبتني فانا متعوده عليها. وفي مشتريات بتبقى جديده اول مره اجيبها، فالجديد بجربه وبعد كده بعمل لكم ريفيو وبقول لكم ايه اللي عجبني وايه اللي ما عجبنيش فيه. اول حاجه جبتها انا الهيرولونيك بتاعي السيرم. خلاص كنت بجيب اليزابيث، وعايزه اقول لكم ان هو خلاص يعني انا لما بجيبه وانا مطمنه خلاص مش بدور. بس اخر مره جبته كان مضروب وما عجبنيش خالص، فمش عارفه بصراحه اجيبه منين تاني، وعايزه اجيبه في كذا صيدليه عرفت ان هو موجود فيها، فمش عارفه هيكون كويس ولا مش حلو. فياريت لو حد يعرف يقولي. فكنت محتاره بصراحه ان انا اجيب ايه، فجبت فاكيشن اهو. فاكيشن اول مره هستخدمه بس سمعت عنه ريفيوهات كويسه. هوريه لكم من جوه، هو حجمه كويس. جبته من الصيدليه لان خفت ان هو يكون زي اللي قبله ويكون مش كويس. ده عامل 550. اتاكد بس ثانيه واحده. ايوه عامل 550. نيجي بقى للي بعد كده. جبت كمان السيرم بتاع ايفا. سيرم ايفا انا كنت سيرم ايفا اللي هو بتاع الفيتامين سي. انا كنت جبت السيرم ده قبل كده وكنت قلت عنه ان هو كان سيء جدا وريحته كانت كحول وما حسيتش منه باي حاجه كويسه. بس لقيت ان في ناس لا بتشكر فيه جدا. ده النسبه بتاعته 15%. فخلاص ايه ان انا اجيبه تاني واجربه، خاصه ان هو سعره انا هو بيبقى معاه الغطا ده بيبقى محطوط عليه السيرم بتاعي. خلاص عندي برده مش احسن حاجه، يعني هو كويس بس مش احسن حاجه. فقلت اجيب ايفا تاني يمكن غير رايي عنه المره دي، بس هنشوف كده واقول لكم. وبرده جبته من الصيدليه. الحاجات دي بحس ان انا بجيبها من الصيدليه احسن، يعني بقلق شويه. ده كان عامل 215. نشوف اللي بعده. اللي بعده بقى طبعا الهير ماسك دوت بتاع ايفا. خطير خطير، في انواع كتير قوي قوي قوي. هو ده حلو يا جماعه، اي نوع فيه تحفه تحفه. انا كنت محضره لكم الفاضيين عشان اوريكم قد ايه انا مدمناه، قد ايه انا بحبه جدا. مش انا لوحدي بستخدمه، انا والولاد. خطير، بتحسي ان هو بيرطب وبينعم، يعني بجد بجد. ده عايز فيديو كده شورت لوحده عشان الريفيو عنه توفي حقه، يعني اقول لكم كل حاجه عنه بصراحه. اللي بعد كده الكريم دوت اسمه كانتا. الكريم دوت سمعت عنه كلام كويس جدا. سمعت ان هو بيفتح، ان هو بيرطب كويس جدا. الكريم دوت مكتوب عليه ان هو كريم بيبي بيبي بيبي. الكريم دوت عامل كام؟ معلش عشان انا قدامي 3 ريسيد او 4 كمان اهم 4، فعايزه اشوف ده انه واحد. لا دي بتاعت سليت. للاسف هو الريسيت بتاعه ممكن يكون لسه في الكيسه تحت. انا مش عايزه اطول الفيديو عليكم، جمعت المشتريات كتير. مش عارفه بقى وقت الفيديو هيسمح ان انا اعمل لكم كل المشتريات دي في فيديو واحد ولا ممكن اقسمه على فيديوهين. انا مش لاقيه، بس هو كان عامل تقريبا 290 280 حاجه كده يعني، فهو في الرينج ده. الكريم دوت برضو بقول لكم انا سمعت عنه حاجات كويسه جدا، فلسه ما جربتش. لما اجربه ان شاء الله هقول لكم. الصابونه دي بتاعت لايت اب. مكتوب عليها ان هي برضو بتفتح البشره في وقت قصير، وان هي كويسه مش بتخلي البشره تجف، لان في صابون كتير بيجفف البشره. بصوا تحسوا كده ان هي ايه، يعني عاديه زي اي صابون اللي احنا بنستخدموه. هي ملهاش ريحه يعني. مكتوب ان هي فيها مستخلص العرق سوس عشان بيفتح، وفيها الجليسرين عشان بترطب الجلد من الجفاف والتشققات. فيها حمض السلسليك، ودوت طبعا حمض عارفين ان هو مادة مقشرة، بس كاتبين ان هو بيقشر بسيط يعني. في اكسيد الزنك، ودي مادة مهمة جدا على فكرة. لا كده انا حبيت الصابونة دي من قبل ما استخدمها. وفيها فيتامين سي وزيت جنين القمح. ده كل ده حاجات تحفة ومواد مرطبة جدا للبشرة.
ايه تاني، كاتبين ان هي بتستخدم مره صباحا ومره مساء، بنسيبوها على البشره دقيقه لدقيقتين، بعد كده بنشطفوا البشره، فان شاء الله تطلع كويسه. انا مدمنه الصابون يا جماعه، اللي عارفني عارف ان انا بحب الصابون جدا. تعالوا بقى نشوفوا اللي بعده كمان. اللي بعده بقى في سيلت سيلت اللي هي الليب بالم دي، حلوه جدا. انا كنت لسه عامله لكم ريفيو عن اكتر من 17 ريم ليب بالم، وممكن اكتر كمان، مش فاكره عددهم قد ايه. روحوا شوفوه بجد، هتستفادوا منه. قبل ما تشتري الليب بالم روحوا اتفرجوا عليه، حلوه جدا. دي حجمها كويس، ودي كانت عامله 165، فكويس يعني. في بقى اللي هو ملح الحليب ده، انا بحبه جدا، جربته قبل كده من بوبانا، وجربته من يوكو دي، بس انا مش عارفه للاسف دي مقاطعه ولا لا. لو حد يعرف يا ريت يكتب لي في الكومنت هي مقاطعه ولا لا، بس انا كنت جربته قبل كده وده كان عاجبني جدا جدا، فقلت اجربه تاني. ما خدتش بالي بقى غير بعد ما مشيت واشتريت ان هو، مش عارفه والله لحد الان مش عارفه هو مقاطعه ولا لا يعني. تعالوا بقى نشوفوا اللي عامل قلبان الفتره ديت، اللي هو الغسول بتاع يوريتشي. سمعت ان هو حلو جدا وفي فيتامين اي، وناس كتير بتقولك ده حاجه خرافه وحاجه عظمه، فهنشوف الكلام دوت. انا ما جربتهوش، اول مره هجرب. في كمان لايتفيل الكريم دوت. الكريم ده يا جماعه برضو هو كريم للتفتيح، برضو سمعت ان هو بيفتح 4 درجات و5 درجات، فالكلام ده حقيقي مش عارفه بصراحه. الكريم دوت عامل كام هقول لكم. انت لسه شايفه اللي هو الرصيد اللي كان مكتوب فيه. ايوه لقيت يا جماعه الرصيد بتاع اللي هو الكريم بتاع كينتا ده، عامل 295 زي ما قلت لكم. انا قلت لكم 280 200 حاجه و90 كده يعني، هو عامل 285. في بقى تاني راح فين؟ 129. تمام. برضو هجربه واقول لكم، وكمان مكتوب عليه ان هو فيه SFC، فهنشوفوا الكلام دوت. مش اول مره اجربه الغسول بتاع ايفا، انا جربت تقريبا كل الغسولات بتاعه ايفا، وكنت عامله لكم ريفيو برضو عن الغسولات ديت. الغسول ده كان من الحاجات الحلوه جدا. البنات ممكن تجيبوا، البنات اللي هم الصغيرين، او لو انتي كمان ميزانيتك قليله تقدري تجيبيه. ده 2 في 1 غسول، وفي نفس الوقت مقشر وحلو جدا، برضو بينظف البشره كويس وبيعمل تقشير خفيف، حلو قوي. تقدري تعتمدي عليه وتجيبيه، ومش غالي يعني ب65. اللي بعد كده بصوا ده بقى بيونسي. عايزه اقول لكم ان الكريم دوت تحفه تحفه تحفه، حلو جدا. ولو انت شعرك فيها تقصير، في حاجات كتير، في مشاكل كتير، تقدري تجيبيه على فكره، حلو قوي يعني. انا بطلع لكم دلوقتي اهو، بصوا ده القيم خالص. وكان في كمان اللي هو بالاورنج، مش فاكره كان بايه، انا كانت لسه العلبه معايا بس مش عارفه فيه. حلو جدا يعني، انا مجربه منه كذا هو قبل كده وغالي بقى، فهاتوه ده حلو قوي يعني. اللي بعد كده بقى المقشر كمان بتاع الجسم دوت من ايفا، ده حلو جدا يا جماعه وبيعجبني قوي، مش اول مره برضو اجربه، جربته قبل كده ورجعت قررته تاني اهو. الحبيبات بتاعته ناعمه، انا بحب جدا. اهم حاجه في السكراب ان الحبيبات تبقى ناعمه، او حتى على الاقل ما تكونش كبيره علشان ما تاذيش البشره، لانها ممكن تحمر البشره، وخاصه لو بشرتك حساسه. نيجي بقى للي بعده. بصوا انا كنت عايزه اوريكم الهير ماسك اللي هو بتاع ايفا اهو. بصوا مخلصه منه كتير بقى يعني، كل الانواع تقريبا جربتها وكلها حلوه جدا. انت تقدري تستخدمي او تختاري اللي هو المناسب لشعرك. طبعا من الحاجات الاساسيه، مش بستنى ان انا اجيبها في متطلبات البيت، لا بحس ان دي حاجات اساسيه ليا انا قبل الولاد وقبل اللي موجودين هنا في البيت. اللي هو الغسول بتاع الايد، في عندي ديفا، جربت حاجات. بصوا ده خالص، ده عندي منه 990 الف 990 999، خطير 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 على فكره. كل الانواع بتاعته حلوه، والروائح بتاعته تحفه، بينظف الايد
بيسيب الايد كده مترطبه، يعني مش بينشفها. في غسولات لما بتغسليها ايدك بتلاقي بعدها ان ايدك ملمسها جاف شويه، فلازم تستخدمي كريم بعدها على طول. لا ده لا خالص، واقل نقطه منه بتعمل رغوه كويس، وبيبقى بينزل عليه على فكره عروض وخصومات على طول في الهايبر ماركت. ايه كمان ماء الورد بتاعت ايفا، حلوه جدا. ده على فكره انا كنت جايباها، انا كان عندي اصلا ماء ورد بتاع ايفا، بس انا كنت جايباه على اساس ان هو مزيل الاظافر، مزيل الاكلادور، الاسيتون. بس هو انا لقيت ان انا جبتها ماء الورد، فبرضو دي حلوه، انا استخدمتها قبل كده وعندي منها حلوه. كانت عامله تقريبا 50 او 45. تعالوا بقى نشوفوا الشفرات بتاعت أليس. سمعت ان الشفرات بتاعت أليس البينك حلوه، فقلت اجربها، خاصه انا كنت جايبه الشفرات التانية اللي هي كانت لونها بلو كده، ووريتها لكم وكانت حلوه. دي فيها 3 امواس، انا كنت عايزه بقى كمان اللي هي ال5 امواس، فهشوفها وهقول لكم برضو رايي فيها بعد ما استخدمها. في كمان بقى الامبولات دي بتاعت البشره اللي هي باليه، دي انا جايباها بالريتينول، هو فيه بالكولاجين وفيه انواع كتير ليها، فانا اخترت اللي هو بالريتينول. هبقى اقول لكم برضو على طريقه استخدامه، وهقول لكم عمل ايه معايا بعد ما استخدمه. دي كان نازل عليها عرض يا جماعه، بدل من 135 ليه كانت عامله 95. اللي بعد كده بقى الكريم دوت اللي هو من لونا، ده بالشيا باتر. يعني ده انا مش عارفه هو غلي ليه، يعني انا كنت بجيبه اقل من كده، فحاسه ان هم غلوه قوي. ايوه اهوت اللونه، وده جايباه من فتح الله، يعني مش من صيدليه مثلا عشان اقول لكم ان هو غالي. ده عامل 61، فده انا اول مره اجيبه، اللي هو اللي فيه الحته الخضراء اللي تحت ده. اللي بعد كده انجرام كول، طبعا ده علشان لما نيجي نعمل شيفنج، وانا قلت قبل كده ان عادي ان انتي تستخدمي بتاع المان، وبل بالعكس يعني حلو جدا جدا على البشرة، مش بيسبب لها اي مشاكل، ورخيص جدا. كمان بقى اللي انا كنت عايزاه من فتره، كل شويه افتكر اجيبه وانسى وافتكر اجيبه وانسى، اللي هو كنت عايزه اجيب الموريكانا بتاعه افريكانا، وكمان لقيت دي ان هي معاها كمان النيله الزرقاء، فجبتها. انا اول مره هستخدم النيله، انا دايما بستخدم الصابون المغربي، ما اقدرش استغنى عنه، حلو جدا، ليه فوائد كتير قوي. ممكن ابقى اعمل لكم فيديو شورت برضو عنه لو حابين قولوا لي. بس ان انا اول مره بقى اجيب النيله معايا، فهستخدمه واقول. تعالوا بقى نشوفوا ايه كمان جبته. بصوا الدبوس ده انا حاسه ان انا قديمه قوي، او اخر واحده في الدنيا استخدمته. الدبوس ده اللي هو بتاع الطرح، كان ليا باقي 25، فلقيت المحل بيقول لي تاخدي دبوس طرحه فبيدهوني، فقلت له تمام اوكي. جبته، لقيت بقى ان كله عارفه، ايه ده كله عارفه وانا اخر واحده، فجبته بس لسه ما استخدمتوش. بس اكيد هيبقى حلو جدا، لان طبعا الدبابيس التانية كلنا عارفين ان هي بتبوظ الطرح وبتسيب علامات وخرام، فده ان شاء الله يكون كويس. ولو عجبني ممكن اجيب 2 3 عادي اسيبهم عادي. تعالوا بقى نشوفوا الاكسسوارز الحلو اللذيذ بقى ده. بصوا بقى الجميل والحلاوه، وقولوا لي بقى ايه رايكم. شايفين؟ تحفه تحفه، انا بحبها جدا. دي عامله 150، هوريها لكم. بصوا شكلها يا جماعه في الايد عامله ايه، حلوه قوي قوي، عجباني جدا. كان في منها الوان كتير، بس انا اكتر لون حبيته هو اللون دوت، وحسيت ان هو هيليق على حاجات كتير. وبرده جبته البتاعه الصغيره دي، كنت انا اقول ايه اللعبه الصغيره دي، بس انا كان عندي 2، فلما كنت بلبسهم مع بعض، دي اللي هي استك شويه اهي بصوا استك، يعني ممكن تلبس اي ايد، لو ايدك مثلا مليانه شويه او كده تقدري برضو تلبسيها. كان عندي 2 هنا، فلما بلبسهم مع بعض كده او جنب الساعه فبيدوا شكل حلو، فرحت جايبه 2 كمان الوانهم ما يكونوش موجوده عندي. جبت الاسمر في ابيض دي، وجبت التانية دي الوانهم حلوه قوي، ولما لبست الاربعه جنب بعض كانوا عاملين دويتو كده مع بعض حلو قوي. وكمان تعالوا بقى اوريكم، بصوا البوك الصغنطوط دوت، ده بقى عشان يتحط فيه مثلا الفلوس، اللي هي انت ممكن تحطي فيه عادي اللي هي الفلوس الورق، ده انا جايبه مخصوص عشان الفلوس الفكه بتوه وسط الورق، وانا ببقى كتير محتاجاها. اهو هو هياخد كميه كبيره على فكره، بس انا بشيل لكم ده عشان تشوفوها.
اهو ده حلو قوي. وبكده بقى الفيديو بتاعنا بتاع المشتريات يكون انتهى. ان شاء الله الفيديوهات الجايه بقى هتبقى مشتريات بس بقى للبيت، حاجات بقى لرمضان كده يعني. هنوقف السكين كير شويه لحد العيد، عشان كده عندي سكين كير كتير. وان شاء الله بقى يا ريت الفيديو يكون عجبكم، اتمنى ان هو يكون عجبكم. ولو عجبكم ما تنسوش تعملوا لايك وتدعوا لي بقى دعوه حلوه من القلب كده في الكومنتات. احنا في ايام مفترجه. وشير لكل اصحابكم عشان القناه تكبر بيكم وكل يستفيد. واستنوني الفيديو. سلام.